السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عصير بالفلان اللي كيجي رائع بزاف، كيجي عاقد ولذيذ ما تشبعوش منه. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم، التعليق ديالكم زوينه اللي كتفرحني. فندوزو المقادير وطريقه التحضير. فنبداو على بركه الله. بالنسبه للمرحله الاولى ديال العصير ديالنا غادي نحتاجو نصاوبوا الفلان. درت هنايا نص لتر ديال الحليب، غادي نضيف ليه واحد الساشي ديال الفلان. ديروا نتوما النكهه اللي بغيتو. انا هنا غادي نخدم بالنكهه ديال البنان اولا الموز اولا ديروا النكهه ديال الفريز اللي متوفر عندكم. فانا هنا غادي ندير ساشيه وحده، لكن غادي نضيف معاه الفواكه في الاخر. فإلا غادي ديروا غير العصير بالفلان بوحدو، يعني ما غاديش تضيفوا عليه الفواكه في الاخر، غادي ديروا جوج ساشيات ديال الفلان باش هكا يجيكم العصير ديالكم عاقد. والسكر غادي ندير هنايا في الاول غير جوج معالق ديال السكر، وفي الاخر الا باقي خاصني راه غادي نضيفو. غنخلط الفلون ديالي وغادي نردو فوق البوطه هكا حتى كيغلى بالطريقه العاديه كما كنصايبوا الفلون العادي، وغادي نخليه على جنب حتى كيدفى عندي هكا فوق سطح العمل. وغادي ندخلو للثلاجه يعني حتى كيبرد عندنا باش ندوزو نخدمو به العصير ديالنا. دابا ملي برد عندي الفلون ديالي غادي ناخذو دابا وغادي ندوزو باش نطحنوا العصير ديالنا. اللي غادي ندير هنايا الفلون كما كتلاحظوا راه كيجي عاقد، وهنا كما شفتوا يعني راني درت غير ساشيه وحده ديال الفلون. غادي نضيفو في الكاس ديال الخلاط. صدقوني هاد العصير ديال الفلون كيجي هائل في المذاق ديالو، ما تشبعوش منه، واحد المذاق اللي خاص يعني بوحدو. خصوصا هكايا ديال الفريز او الا درت ديال الفريز وهاد الفلون ديال البنان كيجي ولذاذ بزاف. فانا هنا يعني عندي هنايا هاد الفريز وبغيت نطحنو معاه. يعني نتوما بغيتو ديروا مع هاد الفواكه ما بيتوش تقدروا ديروا غير الفلون بوحدو، وفي الاخر تزيدوا عليه داك نص لتر ديال الحليب اللي بقى، وديروا هكا العصير ديالكم غير بالحليب وبالفلون. يعني لما بيتوش تضيفوا هكا الفواكه مع العصير ديالكم. انا ضفت هنايا قطعه ديال الفريز وغادي ندير جوج حبات ديال البنان. بالنسبه للسكر داكشي علاش درت غير جوج معالق ديال السكر هكا حتى كنضيف الديسير ديالي ونشوف في الاخر الا باقي خاصني السكر راه غادي نضيفه. دابا غادي نضيف داك نص لتر ديال الحليب اللي بقى، وما ضفتوش كامل، ضفت غير شويه الكميه اللي غادي تحل ليا في داك الديسير، ومن بعد نضيفوا الكميه اللي بقات. هنا غادي نطحنو مزيان هكا حتى كيطحن عندي كامل داك الفريز وداك البنان. وغادي نضيف دابا ديك الكميه ديال الحليب اللي بقات. فبالنسبه لهذا العصير راه درناه بليتر ديال الحليب، نص لتر درنا به الفلون ونص لتر يعني طحنا به العصير ديالنا. وهذا هو الشكل ديال العصير ديالي كما كتلاحظوا كيجي القوام ديالو عاقد. هذا هو القوام ديال العصير. وهنا كتذوقوه الا باقي خاصكم السكر راه كتضيفوه. فانا هنا يعني لقيتو خاصني باقي شويه ديال السكر، راني ضفت باقي جوج معالق. فتقدروا تستغناو عليه، فتقدروا تخليو العصير ديالكم هكا طبيعي غير بالسكر ديال الديسير اللي درنا. نتوما شوفوا يعني ذوقوا الا باقي خاصكم هكا السكر راه كتضيفوه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا من بعد ما ضفت داك السكر. راه جاني دابا هو هذاك جا دابا حلو وزوين بزاف. دابا غادي تقدموه في الطبق ديال التقديم. كيجي رائع بزاف وخاطر. نتوما يعني كتحكموا في الدرجه ديال الخطوريه ديال العصير ديالكم، بيتو يجي هكا خفيف شويه او يكون خطر من هكا يجي عاقد بزاف. نتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليق تقولوا لي كيفاش جاكم.
نتمنى هذا الفيديو الا عجبكم تخليو لي واحد اللايك وشي تعليق، تبارطاجيو مع عائلتكم وحبابكم. بالنسبه للعصير ديالنا تقدروا توجدوه كالفطور او السحور، كيجي رائع وما تشبعوش منه. انا متاكده ان شاء الله غادي يعجبكم، وغنقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله وصفات جداد، وفي امان الله.